مساء الخير أو صباح الخير أعزائي المشاهدين على حسب ما بتشوفوني. أنا الصحفية مريم مختار للناس الجديدة اللي لسه ما تعرفنيش. أهلا وسهلا بيكم، منورين الجروب ومنورين القناة. اللي لسه ما اشتركش في القناة ينزل يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. لايك وشير وكومنت وسبسكرايب علشان نشوف محكمة جنايات المنصورة عقدت النهاردة تاني جلسة لمحاكمة قاتل الطالب إيهاب أشرف عبد العزيز في محافظة الدقهلية النهاردة لحد 21 أبريل 2021. المدرس المتهم بإنهاء حياة الطالب إيهاب أشرف وقطع جثمانه لثلاث أجزاء ورماهم في ثلاث أماكن مختلفة علشان يخفي آثار جريمته. هيئة المحكمة أصدرت في جلستها السابقة المنعقدة بتاريخ 20 مارس قرار بيفيد تأجيل المحاكمة لحد ما المحامين تطلع على أوراق القضية والمحكمة تنتدب له محامي بعد ما المحامي تنحى عن الدفاع عنه. المدرس اعترف أمام هيئة المحكمة وفي الجلسة الأولى، والنهاردة سمعنا مرافعة النيابة، مرافعة قوية وسرد كل التفاصيل بحضور والد إيهاب. ربنا يصبر قلبه، راجل محترم جدا وكلامه مرتب ومنمق وعقلاني. ربنا يصبر قلبه. في لقاءاته بيقول انا مش قادر ابص للقاتل، ولما الحكايه تتحكي قدامي تاني بيقلب عليا المواجع وبفتكر اللي حصل. المتهم طبعا معترف ان هو استدرجه بان هو قال له هنصور فيديو، وبعدين ذبحه وقطعه ورماه في ثلاث اماكن مختلفه. والنهارده في تاني جلسه تم احاله اوراق قاتل ايهاب لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه. الحمد لله، وإن شاء الله حق إيهاب راجع وربنا يصبر أسرته ويعزيهم. كانت معاكم مريم مختار.